ازيكم يا حلوين؟ زي ما انتوا شايفين كده، دي بواقي من الفينو بتاع السندوتشات بتاع الولاد اللي بيروحوا بيها المدرسة. طبعا احنا مش هنرميها في ظل الغلا اللي احنا فيه دوا، وهنعمل منها طبعا بقسماط مطحون، نعمل منه بانيه ونعمل منه آه يعني يدخل في كفتة، يدخل في اي حاجة. بس من ان احنا ما نرميش الفينو اللي بيتبقى من الولاد، او لو عندك فينو بايت تقدري تحمصيه زي ما انت شايفة كده. بقطعه لقطع صغيرة وبحطه في الفرن لغاية ما يتحمص، وبعدين بضربه بس كده بالهون ضربة صغيرة علشان يبقى يعني يسرع معايا في الكبة، عشان الكبة بتاعتي مش شرخة كده شوية، فبساعدها كده شوية. بصوا بطحنه ناعم جدا، ولا تقولي بقى بتاع الضحى ولا تقولي اي حاجة. ولو حسيتي ان في كتل كده صغيرة ما فرمتش كويس زي اللي في ايدي دي، برجعها تاني على الكبة او المطحنة وبطحنها تاني. خلاص كده انا ضربت الكمية كلها اللي عندي، وبعدين هضيف عليها الاضافات علشان اعمل فيجيتار. انا حطيت هنا 3 معالق من الدقيق، وهزود تاني شوية كده، وهحط كمان نشا، معلقتين من النشا. بيخلي الحاجة لونها حلو، وكمان ما تمصش يعني ما تاخدش زيت. وحطيت معلقتين من الثوم البودر، ومعلقة من البصل البودر، وحطيت 7 بهارات، معلقة كده ممسوحة، وحطيت نص معلقة من البابريكا، وربع معلقة من الكركم او وكمان حطيت معلقتين صغيرين من البهارات بتاعت الفراخ، وملح وفلفل. وهقلب بقى كل الخلطة الحلوة دي مع بعض. تحطي بقى لو انت بتحبي البقدونس المجفف، لو انت بتحبي تتبيلة البانيه يبقى فيها كركم زيادة، بتحبي يبقى فيها كاري علشان تعملي منها ستريبس او ناجتس. تقدري تحطي اللي انت بتحبيه، التتبيلة اللي انت بتحبيها. وبعدين ببتدي بقى ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض لغاية ما اوصل كده ان انا عارفين تحسي بريحة التوابل كده دخلت في البقسماط المطحون وبهارته كله. ده اللي هو اللي بيبقى اسمه البقسماط المبهر اللي بيكون عند العطار. فانت عملتيه في البيت من غير تكلفة وكمان بنظافة. حسيت بقى لونه فاتح قوي، هتحطي له شوية كركم شوية لو انت بتحبي الكركم. انا حسيت ان لونه غامق البقسماط اكتر، رحت ضفت معلقتين كده من الدقيق وقلبته كويس. تدوقيه برضو لو عايزة تزودي نسبة الملح شوية، بس تراعي طبعا ان في البيض والتتبيلة الاولانية بتاعت البانيه بيبقى فيها ملح وفلفل، فما تزوديش قوي. بصوا بقى انا بعد ما قلبته جبت بقى البطرمان الكبير بتاع النسكافيه اللي هو الكبير الجولد، مليته كله، هو ده تقريبا 900 جرام. مليته كله. وكمان هحط فيه واحد تاني. يعني شايفين الكمية اللي انا عملتها من معلش يعني البواقي الفينو اللي هتترمي، بدل ما ترميها انتي تقدري تحوشيها في الفريزر. يعني مثلا اتبقى نص رغيف، اتبقى رغيفين ونشفوا فمحدش هياكلهم، فتحطيهم في الفريزر. وتجمعي كده كمية، وبعدين تطلعيه يفك وتقطعيه لقطع، وتحطيه في الفرن على نار هادية في صاج لغاية ما يتحمص، وبعد كده تطحنيه وتعملي منه الطريقة دي. وبكده تكوني عملتي البقسماط المبهر عندك في البيت، ويكون جاهز في تلاجتك في اي وقت عايزة تعملي فيه بانيه يكون جاهز معاكي. يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم ليا، وما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو، ومع السلامة.